أهلا وسهلا بكل الإخوان والأخوات، كنتمنى تعطوني إشارة على أن جودة الصوت والصورة واضحين باش نبداو مباشرة إن شاء الله في صلب موضوع حلقة اليوم. في انتظار ذلك إخواني أخواتي كنتمنىكم تقولوا لي واش الصوت واضح، واش الصورة مزيانة، واش ما كاين حتى شي مشكل. هذا الموضوع خاصو شوية ديال التفاعل من طرفكم إخواني أخواتي، اللايك البارطاج والتعليق. المهم إذا على بركة المولى عز وجل نبداو مباشرة في صلب موضوع حلقة اليوم. الإخوة الكرام، اش هاد المصيبة عاوتاني كنسمع، اش هاد الأخبار اللي كتخلع. تصوروا معايا المئات من الناس عندهم شهادة ديال الملكية ديال ديورهم اللي تزادوا فيها وعاشوا فيها حتى كبروا وتزوجوا وداروا فيها وليداتهم، وبشكل مفاجئ جدا وبدون سابق إنذار كتجي عندهم الجهات المعنية وكتقول لهم الباب الحباب، خاصكم تخرجوا دابا قبل غدا، خويو هاد الديور والا غادي نخرجوكم منها صحة. واللي ما عجبو حال يمشي يشرب الماء د البحر او يشكي على المحكم. واخا نعم السي، كيتساءل واحد المواطن مرحبا ما كاين مشكل اللي قالتها الحكومة ديالنا هي اللي كاينة، ولكن شنو غادي نديروا معانا؟ شنو هو الحل؟ شنو هو البديل؟ شحال غادي تعطيونا في التعويض؟ هذا هو السؤال اللي طرحوه بزاف ديال المواطنين المعنيين بالعمليه ديال نزع الملكيه في المدينه القديمه بمدينه الدار البيضاء. للعلم او للاشاره فقط، هذا الموضوع غنهضر فيه على ثلاثه. الموضوع الاول هو ساكنه المدينه القديمه ديال مدينه الدار البيضاء، والموضوع الثاني هو ساكنه مدينه سلال الجديده بمنطقه حصين، وكاينه حتى شي فقره خاصه بساكنه الحوز اللي تضروا من واحد الضربه الزلزاليه اللي على بالكم واللي مازال كيعانيو منها. كيف قلت لكم، هذا هو السؤال اللي طرحوه كاع المواطنين ديال مدينة الدار البيضاء، المدينة القديمة اللي كانوا معنيين بالعملية ديال نزع الملكية. ولكن شنو كان الجواب ديال المسؤول؟ شي مسؤول كان عندهم تما، مصيبة وصافي، صدمة كبيرة. جات عندهم اللجنة اللي مشكلة من طرف أكثر من جهة وقالت ليهم غادي نتخويو هاد الديور وما سوقناش، واش فيها جوج طاج أو ثلاثة، المهم واخا تكون عندكم شهادة الملكية ولا ما عندكمش يعني التيسر، المهم هو غادي نتخويو. والبديل أو المقابل هو شقة في السكن الاقتصادي. وهنا جاوبهم واحد المواطن مصدوم، كيفاش غادي نخويو الديور ديالنا اللي في ملكنا وعدنا عليها التيتر وشراوها والدينا من حر مالهم ومن عرق جابينهم قبل عقود من الزمن؟ فين هو الأمن العقاري؟ والشهادة الملكية ما بقاتش عند باباها قيمة ولا ما بقاتش معترف بها ولا شنو؟ هنا قرب منه واحد المسؤول كبير وهو كيضحك بشبه استهزاء وسخرية وقال ليه بلاتي يا ولدي ستوب، حدك تم، مازال ما كملت هضرتي، راك غادي تخوي هاد الدار ومن فوق هادشي كله خاصك تخلص 10 ديال المليون سنتيم الا بغيتي تاخد شقه ديال 40 متر في السكن الاقتصادي. هنا هاد المواطن ما صدقش ودنيه وما تيقش هادشي اللي كيسمع. واش هو كيعيش في الاحلام؟ واش هذا كابوس او انه في اليقظه؟ اش من نوع من انواع الكوابيس هذا اللي كيعيشوا حاليا؟ كيفاش عمارة من جوج أو ثلاثة ديال الطوابق تخويها وتخرج منها دابا دابا واخا عندك شهادة الملكية ديالها وبلا تعويض؟ بالعكس خاصك تزيد تخلص 10 ديال المليون سنتيم من فوق هادشي كله إلا بغيتي قفز ديال 40 متر وفي السكن الاقتصادي. هو المصيبة أن الناس عندهم ديور فيها ثلاثة ديال الطوابق، عايشين فيها ثلاثة ديال الأسر أو أكثر من عائلة واحدة، هادو كلهم خاصهم يخويو ويتجمعوا كاملين في شقة ديال السكن الاقتصادي ديال 40 متر وثلاثة د الأسر تجمع كلها في شقة ديال السكن الاقتصادي وتزيد تخلّص عليها 10 المليون من الفوق. هذا الشيء اللي غادي تسمعوه دابا بعد قليل من تصريحات وشهادات بعض المواطنين غادي يضركم في الخاطر بزاف. غادي نسمعكم تصريحات صادمة، ولكن بغيت نقول لكم هذا الشيء ما كاينش غير في كازا، حتى في مدينة سلا، خصوصًا في المنطقة ديال حصين اللي غادية تبنى فيها مجموعة من الأبراج الشاهقة والعملاقة قريبًا، واللي كتبعد فقط على الرباط ببضع مئات من الكيلومترات. بداو كيخرجوا الناس من العقارات ديالهم من بعد ما قرروا يعوضوهم ب200 درهم للمتر.
يعني ديك الأسرة اللي كانت عندها قطعة أرضية فيها 1000 متر ومملوكة من جد لجد، دايرين فيها مساكن قروية وأراضي فلاحية كيعيشوا منها، كيديروا داك الشيء ديال الفلاحة المعيشية، قرروا باش يخرجوهم منها ويعطيو كل واحد أو كل أسرة عندها 1000 متر تعويض ديال 20 مليون. تصوروا معايا دابا واحد داير 2 أو 3 ديال الديور أو 4 في هذيك ال1000 متر وواخد منها قطعة أرضية فلاحية كيترزق منها، غاديين يحيدوها ليه ويعطيو على هذا الشيء كله 20 مليون سنتيم اللي ما غادي تشري ليه حتى شقة في السكن الاقتصادي. وها هو كاع سكن وشرا شقة باش غادي يعيش. هذيك القطعة الأرضية كانت هي مصدر الرزق ديالو. والله إلا حشومة وعيب وعار هاد الشي اللي كديروا فيه يا حكومة أخنوش. شخصيًا أنا كنقول مرحبا، وهذا الشي قالوه حتى المواطنين المعنيين، مرحبا بأي مشروع كتشوف فيه الحكومة أهمية كبيرة أو يقدر يقدم خدمة وفائدة للصالح العام، ولكن ما تضيعوش الناس في حقوقها، اعطيوهم التعويض اللازم يكون منصف وعادل، ما تاكلوهمش في رزقهم، سواء الناس المدينة القديمة ديال مدينة الدار البيضاء أو السكان ديال منطقة حصين القروية بمدينة سلا. اجيو تسمعوا معايا دابا الناس ديال الدار البيضاء نبداو بهم هما الاولين، التصريحات روعاتني بزاف اقسم برب الكعبه وربي على ما اقول شهيد. التصريحات روعتني البارح بزاف ملي سمعتها وصدماتني، خصوصا ملي عرفت بان الناس عندهم شهاده ديال الملكيه. شهاده الملكيه بالمناسبه عندها حصانه قويه بقوه القانون العقاري، ولكن هادشي كله ما بقاش واكل، ولات كلمه المسؤول الاداري فوق القانون وفوق اي اعتبار. جرّت قلم من موظف كتلغي القيمة ديال الشهادة العقارية، هاد الشي اللي ما بغاش يتفهم ليا وخلّاني نفكّر ونقرر باش ندير حلقة اليوم. هاد الشي يا حكومة أخنوش راه ماشي في صالح السمعة ديال بلادنا، بغيتو العقارات خذوها ماشي مشكل في إطار قانون نزع الملكية، القانون فوق الجميع، ولكن باش تعطيو عائلة مكونة من 3 ديال الأسر شقة وحدة في السكن الاقتصادي ويزيدوا هما يعطيوكم فوق من هاد الشي كله 10 ديال المليون سنتيم اللي هي أصلًا ما عندهمش. هنا كنقول كافة، حشومة، يهديكم الله، راجعوا نفوسكم، راجعوا قراراتكم، راجعوا معلوماتكم تجاه هاد المواطنين اللي ربما كتسحابوهم أثرياء بحالكم، وشوفوا شي حل عادل لهاد الناس، والمسؤولين ديال الدار البيضاء. سمعوا معايا بعدا هاد المقطع لكل غاية مفيدة. وهاد الناس راه كرفصونا، ساكنة في داري حرة، ما نخلص لا كرا لا حتى شي حاجة. ها هي الملكية ديالتي، هي موجود كلشي ورقية عندي. الناس جاو قالك غتخرجي من هاد الدار وغيعطوني سكن اقتصادي، غنخلص 10 المليون، يعطوني غير أرض ويعطوني باش غنبني تاني غير واحد البلاصة فين نجمع انا ولادي وما عنديش المشكل. كنت هنا وتزوجت هنا ولدت وليداتي هنا، ودابا جاو بغاو يخرجوني منها ونعطي 10 المليون وانا ما عنديش في هذا السن هذا داري، وانا كاع الا مشيت للبنكه ما غاديش تعطيني الكريدي وانا في هذا السن هذا، ولا تعطوني ما عنديش باش نخلصو. انا عندي 10,000 ريال ديال التقاعد ديال بام، واش 10,000 ريال في الشهر ديال التقاعد ديال بام غنخلص بها الطريطه وغنعيش بها 7 ديال النفوس؟ ماشي حرام هذا الشيء؟ حنايا تفاجئنا بان السلطات خبرونا بانهم غيجيو يهدموا لنا المنزل ديالنا اللي هو عندنا شهاده الملكيه ديالو هي، وعندنا المنزل فيه 3 ديال الطوابق وجوج 3 المحلات ديال التجاريه، وغادي يعوضونا بمنزل قال لك في سكن اقتصادي 40 متر. حنايا كل واحد ساكن مستقل بوحدو، حنا 4 ديال الافراد غنوليو مجموعين حنايا في شقه وحده. هادشي راه ما يمكنش، يعني ملك ديالك يحيدوك يخرجوك من دارك ويعطوك تخلص لهم 10 المليون. هادشي راه ما كاين في حتى شي مكان، لا زعما ما يدخلش العقل. حنا ملاك مدينه قديمه، سكان مدينه قديمه، عندنا التيتر ديالنا ها هي في المحافظه. بغاو يريبوا لينا الدار ويصيفطونا السكن الاقتصادي وتخلص واحد 10 مليون من الفوق باش تستافد. كنا ساكنين ما علينا ما بيننا تجاو ما بين ليله ونهار. قال لك غادي تخويو ليا مده اسبوع تخويو لنا هاد الدار راه غادي نريبوها. ماشي مشكل، حنا مع المصلحه العامه ما عندناش المشكل، ولكن ما يضيعوناش. عندنا ارضنا يعطونا ارض باش يديونا الشقه ديال السكن الاقتصادي
ونخلصوها من الفوق. والارض ديالنا ماشي وارثينها ديال تبا شاريها بعرق كتافو بفرة في عمره 86 عام غيلوحوا للزنقه. راه ما يمكنش يلوحوا للزنقه راجل كبير في عمره 86 عام. الموضوع ديالنا هو هاد الارض. غياخذوا لنا ارضنا، يعطونا ارض في بلاصتها، يحسبوا لنا الميتراج اللي كاين يعطوه لينا، والحيوط ديالنا يعطونا تعويض عليهم. حنا دابا الدار ديالنا بغاو يخرجونا منها. انا دابا ساكن هنا في دارنا والصالير ديالي ما كافينيش، وتيطالبوك تخلص 10 المليون، وجدت المليون دار نوطير تتولي مقيوم عليك الدار ب 12 تتوصل حتى ل 25 مليون. ودابا هما الوثائق اللي تيجبتو ان الدار ديال الوالدين ديالي وانا وريت دابا تيقول لك خرج من الدار وما نعطيوك 9000 درهم. 9000 درهم غتكري لك شهر ولا شهرين غير كافيه. هاد الناس بغاو يديو لنا ديالنا وبغاو يلوحونا للقلا وتعداو علينا وظلمونا، وهاد الناس راه كرفصونا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما والله ما فهمت هاد الناس كيفاش كيفكروا، ولا واش ما عندهمش شي حاجة اسمها المراعاة ديال المواطن. في أين هي العدالة الاجتماعية اللي كتهضر عليها حكومة أخنوش؟ ما فهمتش والله ما فهمتش. ندوزو دابا الناس ديال ساكنة حصين بسالة الجديدة. تصوروا معايا على بعد بضع مئات من الأمتار، ماشي كيلومترات، الأمتار فقط على العاصمة الرباط، كيعطيهم تعويض ديال 200 درهم للمتر. واخا الارض طالع، الا جينا نديروا لها شي تقييم غنلقاوها طالعه بزاف اكثر من 200 درهم. وهاد الارض ورثوها ابا عن جد من مئات وربما من الاف السنين. نسمعوا تصريحات ديال هاد الناس حتى هما لكل غايه مفيده، وما تنساوهمش بالتعليقات التضامن يا اخواني اخواتي. الفيلات كاينه الديور، دخل سعاده القايد ودخل الباشا وشاف الديور كي دايرين فيها بيار فيها شجر. هاد الناس حطمونا الساقه المقدمه تيجيبوا لنا السيدعه والسيدعات مكرفصين، سيدعات قدام والو. الرئيس الله ما تيشد بيدينا، الرئيس يعطيو كلمات في مجلس النواب والله ما يجبد. قبيله حصين بالله راه مدايره مضروره والله ما يجبدنا. تيشوف مصالحه. حنا كنطلبوا الرئيس يتبقى لي الكلمه دابا، هو اللي يحضر علينا، ما انتخبنا عليه الا يحضر علينا، ما هزينا به الا يهز بينا. تنحملوا ليه دابا المسؤوليه، هو يهضر تنحملوا ليه رئيس المسؤوليه ديالنا. ما تيقولش ما كيخشاو مستقبله، تيقول وقفوا معانا، تيقول لنا الرئيس وقفوا معايا نوقف معاكم. انا تنقولوا تتحمل مسؤوليه الرئيس. تيجي عندنا نهار انتخابات تيقولوا وقفوا معايا غادي نوقف معاكم. 4000 ريال المتر، 4000 حاطنا في الصندوق بغيت يشري هزها. انا راه ميته في بلادي. عندكم فين تمشيو دابا؟ عندكم فين تسكنوا؟ الرئيس يتبقى لي الكلمه دابا، هو اللي يحضر علينا، ما انتخبنا عليه الا يحضر علينا، ما هزينا به الا يهز بينا. تنحملوا ليه دابا المسؤوليه، هو يهضر تنحملوا ليه رئيس المسؤوليه ديالنا. ما تيقولش ما كيخشاو مستقبله، تيقول وقفوا معانا، تيقول لنا الرئيس وقفوا معايا نوقف معاكم. انا تنقولوا تتحمل مسؤوليه الرئيس. تيجي عندنا نهار انتخابات تيقولوا وقفوا معايا غادي نوقف معاكم. 4000 ريال المتر، 4000 حاطنا في الصندوق بغيت يشري هزها. انا راه ميته في بلادي. عندكم فين تمشيو دابا؟ عندكم فين تسكنوا؟ هذاك النهار ما كايناش بعدا الخدمه باش جابوا لينا حنا السيدات. قال لك الشريفه جمعوا حويجاتكم 3 ايام وتخوي. قلت له فين غنمشي؟ قال لك وحنا مرسولين وهربوا. ملي شافوا الغاو تشبك هربوا، خلاو معنا على القايد كيدور معنا، والباشا هو اللي كيدور. والارض ديالكم ولا الجمهور؟ لا جدود هاد الارض جدودنا حنا كانوا مقاومين. عطاونا 4000 ريال. 4000 ريال حتى الرباط. هذا هو الرباط الحقيقي. وإلا كان شي واحد مشفر لينا الارض، حنا بغينا هذا الملف يتحل ويشوف التحقيق ويعطيونا حتى حنا، ويجيو المسؤولين ويقعدوا معنا يقولوا لنا شنو كان، وما نديروش لهم العصا في الرويضه. حنا ما تنشوفوا حتى حد. هاد الارض همجوها هذه حصين، واش انتقام ولا الله اعلم. ما عمر شي بلاد تخرج بلادها، ما عمر شي قبيله كتهز قبيله. واش حنا غنمشيو للجزائر يهزونا؟ لا. واش غنمشيو للسهول يهزونا؟ لا. واش غنمشيو لتيفلت يهزونا؟ ما سخيتوش بالارض ديالها؟ ما سخيتش بالارض. حنا سيدي حنا كنخدموا وما رضاش نبيعوا الارض. عندنا الارض حنا 8، حنا 15 دار، حنا ورثه 15 دار عندنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السؤال الكبير دابا اللي كيتطرح، تالي المواطن المغربي غادي يبقى يدفع ثمن السياسات غير العادلة من الدار البيضاء
إلى مدينة سلا. ونفس القصص، نفس المشاهد تتكرر، ترحيل بدون تعويض، وعود لم ترى النور. الآن حان الوقت باش الحكومة ديال عزيز أخنوش تحمل المسؤولية الكاملة ديالها تجاه المواطنين وتخدم باش تلقى حلول عادلة تحفظ الكرامة ديالهم وحقوقهم. اليوم كنوجهوا نداء واضح لكل من يعنيه الأمر. هذا التهميش وهذه الحقرة خاصهم يتوقفوا. يجب أن يكون هناك إنصاف حقيقي لكل المتضررين. فالمواطن المغربي ماشي هو عبارة على رقم في معادلة سياسية ما، بل هو إنسان له حقوق يجب أن تحترم كما له واجبات تجاه الدولة. قبل الختام غادي نسمعوا معايا غنوريكم واحد الفضيحة كارثة. المهم تبعوا معايا وما تنساوش التعليقات ديالكم لكل غاية مفيدة. هانتم تابعوا معايا دابا هذا البلان هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة من تافين قلت كما كتشاهدوا الإخوان واحد العدد ديال البيوت المتنقلة حاليا وغير قاطنين، مساكن فيهم حدا هما كما كتشاهدوا المئات ولا ما نعرفش كاع شحال هنايا ديال البيوت المتنقلة، وقيله 200 ولا 250 ولا المهم واحد العدد كبير كما كتشاهدوا وغير قاطنين، مساكن فيهم حد، والناس في تيزينتاس ساكنه في الخيام وكل مره كيشريو ميكا وما عطاوهمش هاد البيوت. هانتم حتى واحد مساكن هنايا. هانتم عباد الله بارطاجي معاك باش هاد البيوت يتهزوا من هنايا ويتعطاو لهذوك الناس اللي هما باقيين ساكنين في الخيام. هانتم واحد العدد كبير ديال البيوت المتنقله. ها هما مساكن فيهم حد. هانتوما ما كاين حد، ما كاينش البشر، ما كاين البشر هنايا. هانتوما كامل هنايا واحد التيره كبيره ديال البيوت المتنقله، وكاينين الناس اللي هما داز عليهم عام وشهرين ديال الزنزال وما مستافدين ما والو، ما عطاوهم حتى فين يسكنوا. بحال هاد البيوت خاصهم يتهزوا ويتعطاو لهذوك الناس في اقرب وقت. وسيد العامل ديال عمالة الترودانت اش هاد الشيء؟ سيد العامل، سيد القائد، سيد الرئيس ديال الجماعه، علاش خليتوا هاد الشيء خاوي هكا؟ انت واحد العدد ديال البيوت، جزاكم الله خيرا اللي بارطاجيو هاد الشيء، راه حشومه عيب وعار. حنا كنتواجدوا في عمالة الترودانت جماعه تافين قلت طريق تيزينتاس. هانتوما جوج خطوات لتيزينتاس ويتحطوا هاد البيوت المتنقله. هانتوما الا كاين شي واحد يقول لي راه وهنا كثر من 100 وكثر من 200 ديال البيوت متنقله كثر. هانتوما والو ما حس في البشر ما كاينش. هانتوما مسدودين الشراجم. هانتوما واش شي واحد كاين هنا؟ واش شي واحد ساكن هنا؟ وسكان؟ هانتوما والو ما كاينش، كنغوت. واش شي واحد ساكن هنا؟ ما كاينش. واش شي واحد ساكن هنا؟ هانتوما ها المنكر ها هو، باش يتهزوا هاد البيوت هادو ولا يجيبوا دوك الناس يسكنوهم هنايا بيد ما يبنيو ولا بيد ما اللي ما مستافدش يستافد. هانتوما والو يجيبوهم ولا يديوهم لهادوك الناس يديروا شي حل. واش شي واحد ساكن هنا؟ هانتوما هنا المئات 250 ولا ما نعرف 300 ديال البيت ما الله اعلم شحال هنا. واش شي واحد ساكن هنا؟ وتحيه نضاليه، كنتمنى هذا الميساج يوصل لي تبارطاجا. ما سمحتش لكم الا ما بارطاجيتيش هذا الشيء باش تدعم هذوك الناس اللي هما ساكنين في الخيام وكيشريو الميكا وما مستافدينش. ما نسمحش ليك، حشومه عيب وعار، تضامنوا مع هذوك الناس اللي ما مستافدينش ومع هذوك الناس اللي هما دابا حاليا غيدوزوا الشتاء والبرد، تضامنوا معاهم. جزاكم الله خيرا. الا ما بارطاجيتيش والله ماشي ولد الناس، قسما بالله. انتم ها شفتوها واحد العدد كبير، انتم ياك غوت عباد الله غوت. واش شي واحد ساكن هنا؟ لا والو. يلا
قولوا لي شنو بان لكم في هذا الشيء دابا اللي صورت لكم. يلا ها هو. واش شي واحد ساكن هنا؟ واش جماعه؟ يا كنغوت عباد الله، كنغوت باش تقولوا بانه هذا الشيء راه كذوب ولا شي حاجه، راه ماشي كذوب. واش شي واحد ساكن هنا؟ ها انتوما كنغوت في وسط الديور هنايا وما كاين والو. سيد العامل تحرك الله يجازيك بخير. عرفناك انسان امازيغي وجه الاصل، ولكن ما تخليش هذا الشيء هكا. جزاك الله خيرا. عطيو لهذوك الناس اللي هما ساكنين فوق الجبل دابا حاليا غيدوزوا الشتا والثلج، عطيو هاد البيوت لهذوك الناس، هزوهم من هنايا وديوهم لهذوك الناس. جزاكم الله خيرا. الله يرحم لكم الوالدين. راه هادي جوهه، راه شوهتوا البلاد، اقسم بالله الا شوهتوا البلاد بهاد التخربيق ديالكم، ما بيتوش تخدموا. ها هما البيوت، ها هما عباد الله، ها هما البيوت. شحال خلوه غربان 200 ولا 250 ولا 300. المهم شي واحد الا عارف شحال من بيت هنايا يقولها في التعليق، الا شي واحد كينتمي من المنطقه. ها انتم راه فين ما مشيت يزنقه دخلت معاها. ها انتم ها يزنقه دخلت معاها، تلقى العدد ديال البيوت وبالطواليطات ديالهم وكل شيء، ولكن والو. ها انتم كنتمنى تبارطاجي. الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين. الا كنتي ولد الناس بارطاجي معاك ودير المتابعه على هذه الصفحه، حيت كنبين الحقيقه. راه ما كنبينش شي حاجه، ما كنديرش شي حاجه اللي خايبه. هذا محتوى لضحايا زلزال الحوض، خصوصا لضحايا زلزال الحوض. ما كنطلبش منه انايا ندير شي حاجه. من بعد هاد سميتو ديال ضحايا زلزال الحوض، ان شاء الله هاد الصفحه غتكون الناس اللي هما متضررين وما مستافدينش كاع ولا شي حاجه، باش نشجعوا عاوتاني المحسنين يتضامنوا معاهم. جزاكم الله خيرا. ها انتم والو ما كاينش اللي يقول لك انا كاين هنا ولا ساكن هنا باش تعرفوا الحقيقه. ها انتم شوفوا زناقي ديال هاد البيوت المتنقله، ولكن والو ما ساكن فيهم حد، ومجهزين باش يتهزوا غير من هنايا ويمشيو لتيزينتاس. انا غنمشي دابا نيت لتيزينتاس، تشوفوا الناس فين ساكنين في لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول ما باغيش يقوم بالواجب ديالو تجاه أبناء هذا الشعب المقهور. شكرا لكم جميعا إخواني أخواتي على متابعتكم. لا تنسوا دعمنا لنواصل تسليط الضوء على مثل أو كل القضايا التي تهمكم، ونراكم في الحلقة القادمة بإذن المولى عز وجل. تحياتي لكم جميعا. قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاش تيفي. قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاش تيفي.